اهلا بيكم في فيديو جديد من كابوريا ستيشن. ايه اخبار بيمبو الموسم الثاني؟ السنه دي كنت عامل مراجعه على مسلسل بيمبو وقلت ليه عايزك تتفرج على بيمبو وقد ايه مسلسل عجبني، وبجد من احلى الحاجات اللي اتعرضت اخر فتره. طبعا في ديفوهات ومش عارف ايه والكلام ده، بس انا كنت مبهور بالشغل اللي شفته في الموسم الاول. وطبعا حوار ويجز كان اضافه حلوه فشخ للمسلسل، فانا بصراحه كنت مبسوط. وبامانه يعني هو اللي خلاني اهتم باعمال شاهد. يعني شاهد كمنصه بقالها فتره قريبه عماله تنتج مسلسلات صغيره وحاجات كتيره، بس انا مكنتش مهتم. لما اتفرجت على بيمو بدات اللي هو لانهم بيعملوا مسلسلات من 8 ل 10 15 حلقه بالكتير، فالعمليه ناجحه وحلوه جدا. وناوي اتكلم عن حوار المنصات وشاهد وقد ايه هي اثرت في الدراما العربيه عندنا. مهم يعني دلوقتي بيمبو بقاله فتره، احنا بقالنا شهور من ساعه ما خلصنا المسلسل. ايه بقى ايه يعني احنا كلنا عارفين ان المسلسل خلص بنهايه مفتوحه، اللي هو بيمهد لموسم تاني. فين بقى الموسم التاني؟ طبعا اكيد مش هيتعرض السنه دي، اكيد طبعا بالميت يعني يتعرض السنه اللي جايه او السنه اللي بعد اللي جايه. بس فين الاخبار؟ فين الدنيا؟ يعني لحد دلوقتي محدش عارف اي حاجه عن مسلسل بيمبو الموسم التاني. الناس عماله تسال دلوقتي لان طبعا طبيعي جدا لو مش هيتعرض السنه الجايه او مثلا هيتعرض كمان سنتين ولا حاجه. الطبيعي والمنطقي لمسلسل ناجح زي ده ان هم يقولوا يعلنوا رسميا ان في موسم تاني، بس الكلام ده ما حصلش لحد دلوقتي. فايه، في حاجه، في مشكله؟ هل في ازمه مثلا ولا في حوار ولا ايه بالظبط؟ الحقيقه انا قعدت ادور واشوف التصريحات وايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش. بصراحه ما لقيتش حاجه. يعني احمد مالك ما اعرفش كان بيمثل فيلم بره ومش عارف ايه وبيعمل حاجه هنا دلوقتي وبتاع، فالراجل اكتف وشغال زي الفل، ما فيش اي حاجه. في اي حاجه عن بيمبو؟ ما فيش اي حاجه، ما قالش اي حاجه ولا كح حتى، ما فيش. والمخرج عمرو سلامه برضو صباح الفل، مفيش اي حاجه. اعتقد هو شغال في فيلم ومسلسل، ما اعرفش هو شغال في ايه بالظبط، مش مجمع، بس هو شغال في حاجه. وعمرو سلامه برضو زي ما هو ما قالش حاجه على مسلسل بيبو الموسم الثاني، فهو برضو مش بيقول حاجه على مسلسل ما وراء الطبيعه الموسم الثاني، لان هو نفس المخرج. عمرو سلامه برضو هو ما كانش المخرج الوحيد في مسلسل بيمبو، بس وهو الاسم الكبير اللي شارك فيه. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا وصلنا اللي هو لا احنا هم مكسلين؟ يعني هل هم وصلوا لمرحله اللي هم مكسلين يعملوا موسم تاني، ولا هي كانت فكرة جت في دماغهم ساعة ما هم بيصوروا الموسم الأول فسابوها حتة مفتوحة كده لأن هم حبوا التجربة وعايزين يعملوا موسم تاني؟ وساعتها ساعتها بس كده اللي هو خلاص هم خلصوا، كل واحد شاف شغله وكل واحد شاف حياته وكل واحد راح بقى لدنيته وجدول مواعيده والكلام ده كله، وكانت فكره بقى وخلاص صباح الفل. يعني بصراحه مش هستغرب لو ده اللي حصل فعلا، هم كانوا اون فاير ان هم يعملوا موسم تاني وكانوا متحمسين وشايفين ان ردود افعال حلوه والكلام ده كله، فسابوها حته كده مفتوحه اللي هو يلا بينا، يلا احنا انبسطنا مع بعض كلنا، يلا بينا نعمل موسم تاني في وقت ما في ربيع اخر في سنه ما، ويلا بينا. وما ممكن يكون في مشاكل في الانتاج، بس انا ما اعتقدش ان في مشاكل في الانتاج، لان شاهد شغاله كويس جدا. شاهد انا شايفها كمنصه بجد انا مبهور. يعني عامله شغل كويس جدا، عامله شغل حلو. طبعا مش بتظبط معاهم في كل مسلسل عربي بيتعمل، بس انا شايفهم بيعملوا حاجه. يعني شاهد مش عايز احرق الكلام اللي عايز اقوله في الفيديو التاني، بس شاهد حطت على موسم رمضاني. فنرجع تاني لحوار بيمبو. لو انت مهتم بمسلسل بيمبو الموسم التاني، فانا للاسف انا مش عارف اقول لك ايه كده. هو ما اتلغاش، هو ما اتلغاش. يعني هو انا ما اعتقدش ان هو اتلغى، بس هو ما اتعملش. ده اللي انا حاسه، ان هو ما اتعملش عشان يتلغى. هم قالوا فكره كده اللي هو يلا بينا نعمل موسم تاني وبس. طبعا انا شخصيا حاجه زي دي ضايقاني، لان انا لا، هو انت مش بتهب معاك بفكره وخلاص، طب ما تعمله. ايه الازمه؟ يعني انت بتعمل ايه يا تارانتينو يا جامد؟ انت بتعمل ايه في حياتك؟ انا مش شايف احمد مالك مولعه في حاجه ما مثلا عندنا في مصر، ولا شايف عمرو سلامه بيعمل الساجه العظيمه اللي ممكن يعملها في حياته. مش شايف حاجه مثلا بيعمل حاجه عظيمه. فانا ما اعرفش برضه حته عمرو سلامه بالذات، انا مش مجمع بالظبط هو بيعمل ايه دلوقتي، بس انا متاكد ان هو او احمد مالك او ايا كان، انا مش شايفهم، او اي الكرو ده كله، انا مش شايف ان هم مسحولين السحله التقيله اللي خليهم يبعدوا عن فكره الموسم الثاني من مسلسل بيمبو، لان المسلسل ناجح. المسلسل تقدر تعمل فيه حاجات كتيره، تقدر تعمل مواسم كتيره.
فلا تقدر تستثمره وتجيب فلوس حلوه ليهم وللمنصه. فمش عارف، ممكن بقى الاحتمال الضعيف اللي جه في دماغي ان هو لا، ممكن ان هم لقوا حاجات جايبه مشاهدات اعلى من بيمبو وبتكلفه اقل، فاحنا هنعمل موسم تاني ليه؟ خلاص خلينا شغالين بنعمل حاجات كده بسيطه ابسط من المسلسل ده وخلاص، كده كده بنكسب يعني. ده برضو احتمال وارد. طبعا لو في حاجه زياده، حاجه سمعتها، هتلاقوني بقولها هنا واتمنى نعرف اي معلومه او اي حاجه في اقرب وقت ممكن، حتى لو اللي هو اتلغى، عشان نعرف بس الدنيا ماشيه ازاي، بس مش اكتر. بس كده يا جماعه، ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من كابوريا ستيشن. أز كابوريا أز كابوريا لو أزوني حأز المكة في قديمة